السلام عليكم البنات الميمات الاخوات الاخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ومرحبا بكم في قناتي انوال. كيف ما كتشوفوا عندي واحد الطلبيه ديال الغريبه البهله والفقاس، وبغيت نشاركها معكم. غنبدا بالغريبه البنات، غنشارك معكم المقادير والطريقه، وغنعطيكم بعض الاسرار. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني كيقول لي واش الغريبه كتجي بحال هذه اللي كنشوف، يعني كيكتبوا لي في الكومونتيرات كيسولوني كيقولوا لي واش كتجي مشقه بحال هذه بلا ما نديرها في اللاطات يعني ديال الغريبه البهله. كتجي مشقه وكتجي زوينه حتى في اللاطه عاديه، غير الفرق اللي كيكون غنقولها لكم ان شاء الله في اخر فيديو. نبداو على بركه الله في المقادير. عندي 250 غرام ديال الزبده ديال العبار يعني الرابعه، عندي كيلو ديال الفرص يعني كيلو معبور، هزيت منه هاد الجبانيه البنات، حمرتها شي شويه في الفران، ماشي حمرتها ماشي بحال هذيك اللي كنديرو في السلوله، راه كاين الفرق غير يتبدل اللون ديالو يعني على هذا الشكل. ها هو راه هذا ما محمر ما والو، وهذا راه تبدل شويه اللون ديالو. عندي 2 كيسان ديال السكر كلاصي، 2 كيسان ديال الزيت، عندي 2 فاني، عندي واحد قبيصه ديال الخميره فوريه ولا خميره حبيبات. هانتوما كتشوفوا البنات راه شويه، ماشي تديروا نص معلقه صغيره ولا معلقه صغيره ولا هان، راه كنقرب لكم الكاميرا. عندي معلقه صغيره ديال القرفه، 4 المعالق عفوا 4 الخمارات بالوزن 8 غرام ديال الحلوى، والقبيصه ديال الملحه، وعندي الكاس ديال الجنجلان سهدته شي شويه، والكاس ديال اللوز. هاد اللوز البنات كنعبر الكاس قبل ما نهرمشو بهاد الطريقه، كنسهدو شويه وكنهرمشو بهاد الطريقه قبل ما كنعبروا الكاس. كيف ما قلت لكم ملي كيكون اللوز صاين، اما ملي كنهرمشو هاد الطريقه كيعطينا اكثر من الكاس. نبداو على بركه الله. الغريبه ديالنا ها هي دليكتها مزيان البنات باش دوك المكونات ديال اللوز والجنجلان يطلقوا الزيوتات ديالهم، ورديتها السوبيره باش نخليها ترتاح. ندوز نعجن الفقاس ديالنا، ندخلو الفران ومن بعد نشكلها ان شاء الله. بقاو معايا. غندوز الفقاس ديالنا البنات، غنقول لكم المقادير ومن بعد نزل بالفيديو باش ما يجيش طويل. كيف ما قلت لكم عندي كيلو ديال الدقيق الفرص، 2 اكياس ديال الخميره الحلوه بالوزن 8 غرام، قبيصه ديال الملحه، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال سنيده، واحد الساشي ديال الفاني، والساشي ديال النكهات ديال الزهر، عندي نص كاس ديال الماء زهر، عندي الكاس ما بين النوافع والجنجلان يعني نص كاس ديال الماء ما بين النافع وحبه حلاوه، ونص كاس ديال الجنجلان. في المجموع الكاس كاس ديال اللوز مسحته البنات ما رقدتو ما والو، كنديرو بحال هكا. وعندي 6 البيضات، وحده غنحيد ليها الصفر. اول حاجه البنات غندير هاد الساشي ديال النكهه ديال الزهر، غنزيدها في هاد نص كاس ديال الماء زهر. كيف ما عرفتو راه الماء زهر ما بقاش كيف ما كان البنات، كيعطي واحد النكهه زوينه للفقاس. ومن بعد غنبدا بالفقاس ديالنا.
العجينه ها هي من بعد ملي جمعتها البنات ضروري تجي على هذا الشكل، تجي مرخوفه وفي نفس الوقت ما كتلصق، باش يجي الفقاس ديالنا هشيش يجي زوين ما يجيش مدقص. صافي دابا غندوز نشكلها ان شاء الله. هنا عندي الصفر ديال البيض والقهوه سرعه الذوبان، غندهن الفقاس ديالي وغندير عليه الجنجلان وندخلو الفران ان شاء الله. هانتوما معايا. بعد ملي دخلنا الفقاس ديالنا الفران غندوز نشكل ان شاء الله الغريبه ديالنا كيف ما كتشوفوا. غندلكها شويه مازال صافي، وغنبدا نشكلها بهذه الطريقه. راه واخا كتبان لكم مرمله كنشكلها بهذه الطريقه كتجي ساهله. صافي غندير هاد اللاطه اللي كتكون ديال الغريبه البهله. صافي ما حاولوا البنات ما تلصقوهمش، حيت ما الغريبه من بعد ملي غتدخل الفران غتشقق غتجي غيتزاد الحجم ديالها. حاولوا تخلي الفرق بيناتهم. الغريبه ديالي ها هي شكلتها البنات وحطيت هاد اللاطه ديال الغريبه في هذه ديال الفران. دابا غندخلها باش طيب ان شاء الله. باقا عندي هاد اللاطه، واحد اللاطه اخرى غنشكلها وهانتوما معايا. الغريبه ديالنا ها هي البنات من بعد ملي خرجتها من الفران تبارك الله ما شاء الله كلها تشقات وجات زوينه كيف ما كتشوفوا. كتهزيها كيف ما بغيتي يعني ما كتفرتت ما والو. كاينه بعض الغريبه غير تهزيها كتفرتت. وعندي لاطه اخرى قلت لكم حتى هي واخا التصوير ما عطاهاش حقها في اللون البنات، يعني ماشي اللون ديالها كلها تبارك الله جات مذهبه جات زوينه، ولكن التصوير انتم عارفين التليفون على قد الحال. ايوا الحمد لله. ها هو الفقاس ديالنا البنات من بعد ما يطاب وبرد بديت كنقطع فيه. ها هو انا رديت كنقطع. غنشارك معكم هذا اللي باقي. انا الفران راه شعلته من قبل، فهاد المرحله كنشعل الفران من قبل، والمرحله الاولى كنخلي الفران حتى نوجد الفقاس ديالنا وندخلو الفقاس للفران بارد. كيف ما كنقول لكم دائما البنات انا الفقاس والغريبه كنطيبهم غير بالسهد ديال الفران، يعني كنحمرهم بالسهد ديال الفران ماشي كنشعل الفوق باش يتحمر من الفوق يبقى بايضين من الداخل ولا خضرين من الداخل. انا كنطيبهم بالسهد ديال الفران كيجيو زوينين، يعني كيجيو طايبين على حقهم وطريقهم وكيبقى واحد المده طويله. ها هو الفقاس ديالنا البنات من بعد من يطاب رديته جمعته في هذا اللاطه. والغريبه ها هي ستفتها تبارك الله ما شاء الله. غنبدا نستف الفقاس حتى هو. بالنسبه للغريبه البنات راه فرشت ليها البلاستيكه، يعني كندير البلاستيكه بيناتهم باش ما يتجرحوش. راه نتوما عارفين الغريبه البهله حساسه. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني كيف ما قلت لكم في اول فيديو اللي كيسول واش كتجي الغريبه البهله
فلاطه عاديه كتجي مشقه بحال هذا الشكل. كتجي البنات مشقه. في الاول كنديرها غير فلاطه عاديه، من بعد كنبغى نديرها في هذا اللاطه اللي كيف ما شفتوا معايا. ايوا راه كتجي مشقه كلها، كتجي بحال غير الفرق اللي كيكون ملي كديروا في اللاطه العاديه كتجي هاد الوسط يعني عامره، كتجي شويه ثقيله. الا درتوها في هاد اللاطه ديال البهله كتجي الغريبه خفيفه. هذا هو الفرق اللي كيكون. اما راه كتجي زوينه حتى في اللاطه عاديه كتجي مشقه غاو الاستعمال. هذا هو الطلبيه ديال اليوم البنات كيف ما شفتوا. والفيديو ديال اليوم كنتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، وكنتمنى ما تنساونيش باللايكات والاشتراك والكومونتيرات يكون زوين، وبارطاجيو ليا الفيديو باش تعم الفائده. واللي بغات شي حاجه مرحبا بها والف مرحبا، سواء في السؤال ولا في الكومونتير ولا في الكوموند ولا في اي حاجه، مرحبا بكم الف مرحبا. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. نتلاقاو في الفيديو جديد ان شاء الله باذن الله.